الصحة والجمال، لون جديد للحياة. حلقة اليوم أعزائي المشاهدين تتحدث عن موضوع هام جدا ونعمة من نعم الله عظيمة جدا، وهي الإبصار. الإبصار نعمة، أحد النعم التي وهب الله عباده الإبصار، ومن غير الإبصار الإنسان لا يرى شيء. ولكن الطب، والله سبحانه وتعالى جعل الطب دواء وتصحيح للإبصار. حول هذه الحلقة وهذا النوع من النعم التي وهب الله له عباده الإبصار سيكون حديث هذه الحلقة. ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الحلقة دكتور أحمد خطاب، استشاري طب وجراحة العيون. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ. نورتنا يا دكتور النهارده. نورك والله، وكل سنة وحضراتكم طيبين ده جميعا، والسادة المشاهدين طيبين. أهلا بك دكتور. موضوع الإبصار طبعا حاجة كبيرة جدا. من غير الإبصار الإنسان لا يرى شيء، ولكن في الإبصار في ناس عندها ضعف في الإبصار، وكان ضعف الإبصار ده قديما بيسبب مشاكل للناس رهيبة جدا. والنضارة بتتكسر وتفشل عمليات النضارة، وكل يوم الإنسان كان مش قادر يواكب العصر. ابتدى مع العصر الجديد والطب وتقدم الطب المذهل أصبحت هناك عمليات لتصحيح الإبصار، سميت بمسميات عدة. الاسم الدارج يا دكتور والاسم المشهور هو الليزك، اللي ابتدينا نسمعه دلوقتي، الليزك وعمليات تصحيح الإبصار. هتلقي الضوء حضرتك بعد إذنك على إيه هو تصحيح الإبصار وإيه هو الليزك. اتفضل يا دكتور. هو عيوب الإبصار هي تشمل قصر النظر وطول النظر والاستجماتيزم. هي احنا بنعبر عنها، مقاساتها عبارة عن درجات. يعني مثلا نقول فلان ده عنده قصر نظر 3 درجات، إذن هو شايف، لو شاف من غير نظارة ومن غير عدسة ومن غير حاجة يبقى شايف مثلا 5 من 10 مثلا. وكلما زادت الدرجات سواء في طول النظر أو قصر النظر أو الاستجماتيزم كلما قل مستوى الإبصار بتاعه. فالمشكلة دي بالنسبة للمجتمع هي مشكلة كبيرة. يعني عدد مثلا تلت لنص المجتمع. يعني لو دخلنا مدرج في الجامعة مثلا، إذن تلته أو نصه هو مش شايف كويس، مش شايف المحاضر ومش شايف اللي بيتكتب على البورد والحاجات دي. فدي بالنسبة دي كمشكلة مجتمعية موجودة بعدد كبير. بدأنا زي ما حضرتك قلت في بدايات تصليحها بالنظارة الطبية، ثم دخلنا في مرحلة العدسات اللاصقة، ثم دخلنا بقى في مرحلة اللي هي شغالة من حوالي 30 سنة وأكتر، اللي هو تصحيح الإبصار بالليزر بقى. اللي هو إزاي نعدل تحدب القرنية اللي هي الجزء الشفاف في الجزء الأمامي من العين اللي بيسمح بدخول الضوء، إزاي نعدل التحدب دوت بحيث إن هو يخلي الصورة تتجمع على مركز الإبصار بوضوح، فالعيان يشوف حاجة كويسة ورؤية جميلة ويعيش حياته بشكل طبيعي. يعني يعني يا دكتور الليزك دوت يا دكتور عمل ثورة طبعا في طبعا. عمليات تصحيح الإبصار. طبعا. العملية دي دكتور بتبقى عبارة عن إيه؟ هو عشان برضو ندخل مدخل عمليات تصحيح الإبصار عموما، الليزك وهو يعني الليزر على القرنية بيصحح لحد ليميت معين أو حدود معينة. يعني مثلا 8 درجات 10 درجات وحاجات كده. الدرجات الأعلى بيتم فيها زرع عدسات داخل العين للتصحيح. ده كده الناس اللي درجاتها عالية قوي هتخش في اللي هي اللي هم بقى اللي هيتزرع له عدسة. اما الدرجات اللي هي لحد مثلا الليميت بتاع 8 و10 دول هيتم تعديل سطح القرنية بالليزر. فده بالنسبة للتصنيف الأولي، ان في ناس هيتعمل لها ليزر وناس هيتزرع لها عدسات. طب يا دكتور، في ناس يا دكتور، هل كل الناس يصلح ليهم عملية الليزك؟ هو بالظبط حضرتك زي ما احنا اول اجابة، لو احنا اتكلمنا على الدرجات زي ما صنفناهم كده، الدرجات العالية والدرجات اللي تخش في نطاق الليزر. الجزء الثاني السن.
يعني ان احنا بنحب ان احنا يكون النظر ثبت، والنظر بيبدا يثبت بنسبه كبيره فوق ال 95% عند سن 18 سنه. ايوه. اذا ما فيش عمليات ليزك تحت 18. أيوة. الا برضه في استثناءات لكل قاعده، زي ما بيقول في بعض الاستثناءات. يعني مثلا في بعض الاطفال الدرجات فيهم متغيره مع النمو، فبالتالي ما بنعملهمش تصحيح الا اذا لقينا طفل مثلا عنده عين كويسه جدا والعين الثانيه فيها ضعف كبير، فعايزين نصحح له هذا الضعف عشان العين دي ما تكسلش وتخش في الرؤيه مع الثانيه وتمشي اموره بشكل طبيعي. فدي بعض الاستثناءات، انما الطبيعي ان هي من 18 سنه مش اقل من كده، مع وجود ثبات في النظر، يعني ما يكونش النظر بيتغير وكده. وكذلك بقى الى كبر السن زي ما انت عايز، الا اذا برضو ان تكون في عتامه في العدسه دي هيبقى ليها تصحيح بزرع العدسات. طب ننتقل يا دكتور لسؤال اخر. اتفضل.